الجزائر والسرقة الموصوفة ديال التراث. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. الجزائر رجعت لنفس الهوس ديالها، السطو الثقافي بلا حيا بلا حشمة. مشات ليونسكو سيدي في هاد الايام قالت باش تحمي التراث، ولكن هي باش تلصق كلمة قفطان في ملفات ما عندها حتى علاقة بهذا اللباس. ومن بعد داروا ديال اعتراض على الملف المغربي على امل تفرض الكذبة ديال التراث المشترك. اللعبة ديالهم ودغيا تفرجات. علاش؟ حيت الخبراء ديال هيئة التقييم شافوا بالواضح أن الدوافع راها أساسا سياسية، وأن الطعون الجزائرية متناقضة وبلا أساس لا تاريخي ولا قانوني. وأكثر من هكا، الجزائر واش شتات حتى في الخدمة ديال اليونسكو براسها، حيت ما جاش القرار على جانتهم. المهم اسيادي، الملف المغربي قوي ومكتمل ويستاهل تسجيل بوحدو، وادعاءات الجزائر مجرد مناورات ما عندها لا قيمة لا والو. قفطان راه تاريخ ماشي زواق سياسي، واللي ما عندوش اصل عنده ما يتسجل. القفطان كيعرفوا ليه غير لياتكم المغربيات، اما الفقاقيريه تشوف لها الكراكو اللي سرقاتهم عند الالبان ودات لتحداو الواد بعثماني. تحياتي لكم.